نادي ارسنال بيخسر من ايفرتون 1-0. اسوأ نسخه شفناها نادي ارسنال الموسم ده سواء من اللعيبه او المدرب ارتيتا. ويا عم ارتيتا، نصيحه ليك كده حابب اقولها من اول الفيديو: شغل جوارديولا وشغل الدروشه بتاع جوارديولا ده فكك منه، مش هيكون على حساب الفريق. فكره ان انت تكون جايب صفقات وتعمل لي زي جوارديولا اللي انت بالعافيه عايز تثبت ان الصفقات دي صح، وبالعافيه عايز تثبت ان الصفقات دي هتحدث الفرق، مش على حساب الفريق. اللي بيعمله جوارديولا مع جيرليش وان هو بيلعبه على فودر عشان يثبت للكل ان هو جيرليش صفقه ناجحه اللي الكل كان بيلوموا عليها، كلنا شايفين وعارفين ان فودن احسن مليون مره من جيرليش. انت النهارده نفس المشكله، انت النهارده بتلعب قدام نادي ايفرتون. فكره ان انت نزلت جورجينيو ما اثبتش، ما عملش اي فارق. جورجينيو ما عملش اي فارق النهارده. رونالدو مكان مارتينيلي ما عملش اي فارق النهارده. فيري مكان اوديجارد برضه ما عملش اي فرق النهارده. فصفقاتك اللي انت جبتها ما تحاولش ان انت تثبت ان هي ناجحه بالعافيه على حساب نتائج الفريق، لان زي ما قلت النهارده نزلوا ما احدثوش اي فارق، بالعكس الفريق بقى من سيء لأسوأ. ففكره الدروشه بتاع جوارديولا دي بالله عليك يا اخي فكك منها، لان السيزون الثاني في جدول في الدوري الانجليزي دايما بيكون هو الاصعب، لان خلاص الفرق اللي بتصارع على الهبوط هتلعب قدامك مباريات قويه زي ما شفنا ايفرتون كده اللي هو قبل الاخير في الدوري الانجليزي، والفرق متوسط الدوري نفس القصه، والفرق طبعا اللي بتصارعك على الدوري اكيد هتلعب قدامك باستماته. ففكره ان انت من البدايه يكون عندك حل واحد بس او اسلوب لعب واحد بس، ده شيء غلط. النهارده كان باين قوي من النادي ايفرتون اللاعب اللي معاه الكوره بيضغط عليه باثنين وثلاثه لعيبه، فكان لو اللاعب اللي بيستلم الكوره بيطلع الكوره او بيخرج الكوره من رجله بسرعه وباص واثنين وثلاثه هيكونوا صراع، نادي ايفرتون كان هيتفتح قدامك. دي كانت واضحه جدا، وكان عليك ان انت من اول ربع ساعه ومن اول نص ساعه في المباراه كنت تؤمر لعيبتك بده ان هم يخرجوا الكوره من رجلهم بسرعه والباص يكون اسرع من كده عشان خطوط ايفرتون تتفتح قدامك. لكن شغل ان انت قاعد بتنقي من يمين للشمال والشمال لليمين ولاعيبه نادي ايفرتون مرتكزه في اماكنها بشكل كويس، عمرك ما هتقدر توصل للمرمى زي ما حصل النهارده. فلازم يكون عندك اكتر من اسلوب لعب مختلف عشان تقدر تفوز بالدوري. الدوري الانجليزي من اقوى الدوريات وفيه تنوع كبير جدا في الحالات الدفاعيه والحالات الهجوميه عند الفرق، واكتر من مدرب عنده خبره كبيره يقدر ان هو يقف قدامك بشكل كويس، وده حصل النهارده من مدرب ايفرتون. لو انت بالاسلوب دوت وهتفضل على نفس الاسلوب وان انت عندك اسلوب واحد ما بتقدرش تغيره على ارض الملعب، يبقى كل اللي هيواجهوك بعد كده لو لعبوا بنفس لعب اسلوب ايفرتون يبقى انت هتخسر مباريات. بمعنى اغلب الفرق اللي متزيله الدوري ايه المشكله ان هم يلعبوا قدامك بنفس الطريقه اللي لعب بها ايفرتون؟ اغلب الفرق اللي منتصف الدوري ايه المشكله برضو ان هم يلعبوا قدامك بنفس القصه او بنفس الطريقه اللي لعب بها ايفرتون؟ يبقى انت هتخسر كل المباريات دي وعلى الاقل هتتعادلها وعلى الاقل هتخسر الدوري. اللي انا بقى خايف منه مش مانشستر سيتي، اللي انا خايف منه مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد كان في مشاكل في بدايه الدوري وعالج اخطائه ورجع بقوه جدا، والفرق الكبيره اللي بتيجي مستخبيه كده من بعيد هي اللي بتقدر تفوز بالدوريات. وشوف مانشستر سيتي الموسم اللي فات، والفكره ان نادي زي مانشستر يونايتد عالج اخطائه بدري، ما وقعش في اخطائه وان انت خلاص بتحسم الموسم، لا، عالجها من بدري فهيدخل بقوه وعنده اكتر من اسلوب لعب وعنده اكتر من طريقه يعالج بها اخطائه، وده اتعلمه من بدري زي ما بقول، فهيشكل خطر كبير جدا عليك. فانت الضغط عليك دلوقتي من مانشستر سيتي ومن مانشستر يونايتد اللي زي ما بقول عالج اخطائه وراجع لك بقوه، وانت ما عندكش اي حلول لاخطائك، فهتبتدي تقع مباراه ورا الثانيه ورا الثالثه. اتمنى من ارتيتا ان هو يحاول ان هو يعالج اخطائه ويحاول ان هو يكون عنده اكتر فعلا من اسلوب لعب. وفكره الصفقات، عنادك على ان الصفقات دي هي اللي هتعمل الفارق او هي اللي هتحدث الفارق، ده شيء غلط. النهارده اغلب الصفقات او اغلب اللعيبه اللي انت نزلتها سواء جورجينيو مكان توماس بارتي او سواء رونالدو مكان مارتينيلي ما احدثش اي فارق، وحتى فيري لما نزل مكان اوديجارد ما احدثش اي فارق. فيري ان انت اصلا من بدايه السيزون وانت راكنه، طب ما انت كنت فيري كنت تعتمد عليه في مباريات كتير كنت بتكسبها بنتائج كبيره، كان هينزل النهارده ايه فعلا يقدر يحدث لك الفارق. لكن فكره ان انت مباريات كتيره بتكسبها بنتائج كبيره كنت مقعده دكه وعايزه دلوقتي هو اللي يحدث لك الفارق، ده غباء 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 غباء.
اتمنى قبل ضياع الدوري وقبل ما احنا ندخل في نزيف النقاط الطويل، اتمنى من ارتيتا، ودي حاجه اتمناها، ان هو يكون عامل حسابه وعنده اكتر من اسلوب لعب يقدر ينفذهم على ارض الملعب. لان في الدوري الانجليزي لو ما عندكش اكتر من اسلوب لعب واسلوب لعبك مش متنوع، مستحيل هتفوز بالدوري.